اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا احلى متابعين، يا احلى اخوات؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. ايه رأيكم في العظمة والحاجة الجمال ده؟ حاجة كده فاخر من الاخر، حاجة تنفعنا في الاعياد الميلاد والمناسبات، حاجة مشرفة بجد. من دي العادي هنعمل احلى تورتايه بجد تحفة. بصوا كده الجمال، هنفرح بيها اولادنا وهنجيب، مش هنشتريها من بره تاني، وبالمقادير سهلة وبسيطة هنعمل احلى تورتاية بجد جميلة وتحفة. بجد بقى تستاهل منكم ايه؟ لايكات كتير يا حبيب قلبي، وشير للفيديو، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد زي ما انتوا شايفين كده. انا بقول لكم لايكات كتير حبيب قلبي، ما تبخليش عليا باللايك. يلا بقى كده نسمي بالرحمن، ونخش بقى نشوف الوصفة بتاعتنا الجميلة ديت. اول تورتيه بتاعتنا دي اتعملت ازاي؟ يلا نسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قدام حضراتكم كده المقادير سهلة وبسيطة خالص. معايا 4 بيضات بحرارة الغرفة، معايا 4 فنجان خل، سكر، كوباية سكر، 3/4 من الزيت الفانيليا السايلة، معلقتين نشا هرميين، معايا بيكنج باودر، انا معايا كوباية حليب، هجيبها لكم دلوقتي. ده كله هنضربه بقى في الخلاط. انا نخله دقيق، كوبايتين من الدقيق، نخلهم كويس جدا، نخلتهم كذا مره عشان تديني بقى القوام الكيكه الجميل. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا الجميل ده، وهننزل بالمكونات دي كلها وهنضربها في الخلاط. يلا نسمي بالرحمن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل كده حبيب قلبي بالبيض والمواد السائله دي كلها هنضربها مع بعض زي ما انتوا شايفين. بالزيت وبالسكر، معايا الحليب هنزله قدام حضراتكم دلوقتي. ادي الخل، الفانيليا، كده كوباية الحليب حبيب قلبي هننزل عليهم، هنضربهم بقى كده. هجيب بقى كده المقادير الجافة كلها، الدقيق هنقلبه كله مع بعض، المواد الجافة دي كلها مع بعضها. ادي النشا قدام حضراتكم. هننزل بقى بالبيكنج باودر، او خميرة الحلويات. هنقلبهم كده. سمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده يا حبيب قلبي، بدخل كل المكونات كلها مع بعض. هننزل بقى بالمواد السائلة كلها. زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب بقى كده بالمضرب اليدوي لغاية باتجاه واحد حبيب قلبي، لغاية اما الدقيق يختفي ويدينا بقى القوام بقى الجميل كده، الكريمي بتاع الكيكة. زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي. بسم الله ما شاء الله. انا بقلب كده وبنزل الجناب او الاحرف كده. بصوا كده حبيب قلبي. بسم الله ما شاء الله، قوام بجد جميل جدا. بوريكم كده. هنركن كده بقى. انا معايا حله مغطيه كده القيوب بتاعتها مع فراغ بالدقيق ومسحها من الزيت. هننزل بقى كده بالخليط بتاعنا. في الوقت ده انا مولعه الفرن على 180 درجه في الرف الوسطاني. اسيبها بقى تستوي مع بعض مع نفسها لغايه ما ترتفع كده وتدينا القوام الحلو واللون الجميل زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي. هندخلها بقى الفرن كده لغايه ما هنخلص بقى القوام بتاعنا او المقادير بتاعتنا. كده خلاص استوت معانا حبيب قلبي. هنغطيها كده
لغايه اما نخلص المقادير بتاعتنا. كده خلاص بردت معانا. هنجيب بقى الوش ده كله هنشيله بالجناب وهنقطعها كده. انا قطعتها حبيب قلبي 3 قطع. المقطع ده كله هيتدرى كده في الكريمه. هنعمل بقى الكريم شانتيه. معايا كوبايتين من الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده. الكريم شانتيه ده مش محلى حبيب قلبي. انا هنزل بمعلقه سكر، انتوا حسب الرغبه. لو عندكم اللي هو الكريمه المحلى خلاص بتحطوا السكر. معايا بقى ميه كده متلجه، لازم تكون متلجه حبيب قلبي مشبره. بصوا كده هنزل بقى بالميه تدريجيا لغايه ما تديني بقى القوام الكريمي بقى كده، هتبقى حلوه متماسكه معايا. ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي. هتعوز مننا ميه تاني. انا هفضل اضرب فيها بقى كده حوالي يجي 10 دقايق او اكتر لغايه اما تديني القوام الجميل، وهتبقى تدينا بقى ايه كميه جميله جدا زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي. انا عماله اقلب فيها كده. بصوا كده الكميه الله كده جميله جدا، والقوام ده اللي احنا عايزينه محتاجينه. بصوا كده مظبوطه جدا. هنسيبها بقى شويه كده في التلاجة عقبال لما نسقي بقى كده الكيك بتاعنا ونجهزه. كده خلاص يا حبيب قلبي. انا معايا سيرم او شربات، او ما فيش شربات ده ولا سيرم، او نجيب بقى معلقتين من العسل النحل على شوية مية كده ونسقي بيها زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي. هنزل بقى بالكريمة. انا عملت بقى الطبقتين والتالتة هي هغطيها بقى نغلف كده بقى الكيكة بتاعتنا او التورتايه بقى بتاعتنا كده بالكريمة. بصوا كده بسم الله ما شاء الله بتتفرد معانا بكل سهولة. انا خلصتها كده. بصوا كده الشرشره ديت عملتها بالمنشار او السكينه المشرشره ديت بجد جميل جدا. معايا بقى انا مجهزه كده حطيتها في التلاجة تماسكت شويه. هنزلت كده بالشوكولاته انا مجهزاها بسم الله ما شاء الله. هدخلها برضو تجمد معايا في التلاجة لغايه اما ازينها بقى التزيين بقى النهائي. هتبقى تحفه. بصوا كده الجمال الله اكبر جميله جدا. بص بقى شكل الكريز مديها شكل جميل بجد تحفه. منظر خيال بجد تحفة. تستاهل بقى منكم لايكات يا حبيب قلبي، وشير للفيديو، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا كده الجمال والحلاوة. هو بجد فيديو بيتكلم عن نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حفظ الله.